حياكم الله وأهلا بكم مشاهدينا الأحبة وحلقة جديدة من برنامج شباب في شباب. اليوم حلقتنا حتكون جدا جميلة ومميزة أكيد بفقراتها وبما حيدور خلال هذه الفقرات. اليوم حلقتنا شباب في شباب بامتياز. اهلا بكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده مثل ما ذكر زميلي محمد منادي شباب في شباب. اليوم عندنا مواضيع مهمه نحاول نطلعها ونشوفها. عندنا ضيفه من طلبه كليه اعلام كليه الجامعه العراقيه. نحاول نطرح الامور الكثيره اللي تهم الشباب والخاصه حاليا، نحاول نحل مشاكل نطرحها امام الشباب. اول شيء عرفونا بنفسك حتى يعرفون عليك المشاهدين. أنا نور ناطق، مرحلة أولى كلية الإعلام الجامعة العراقية، قسم الصحافة. حياك الله ويا هلا بيك، واليوم منورتنا. أهلا بكم. اليوم موضوعنا شبابي، الشباب وتطلعات ثقافية. تقدرين تعرفينا موضوع حلقتنا هذا اليوم؟ يعني إنه هو الشباب، يعني اكو اشكال افكار من الشباب، اكو الافكار يعني اكو انا اعتبرها بنظري انه سلبيه كاهتمامهم غير اشياء، يعني اشياء انه تونسهم او شيء، واكو انه الايجابيه اهتمامهم بالثقافه، يعني شغلات تخص الثقافه وتخص يعني تنميه موهبتهم عقلهم هيك شيء. اليوم برايك ايش قد نسبه الشباب المهتمين بالتطلعات الثقافيه؟ قليله هاي. يعني مثلا ما ادري اعتبرها 30%. 30%. نور تلاحظين انه اكو اهتمام من قبل الاساتذه، اصحاب الاذاعات، اصحاب التلفزيونات، الاساتذه، اهتمام بالشباب. الشاب اليوم العراقي نلقاه عنده طموح، عنده قابليه انه يشتغل، لكن للاسف عدم اهتمام من قبل القائمين على هذا الموضوع. شلون تلاحظين الاهتمام الخاص بالشباب حاليا؟ اكو طموح، اكو اهتمام بالشباب؟ اي اكو بيهم هواي طموح، يعني طموح، بس شنو اكو مرات شباب حتى ما عندهم طموح، منو اكو يعني هم ما نشوف يعني فاتحين فرص وهاي، بحيث هم يحاولون يقتلون الطموح من جواهم. كيف مجتمعنا هذا فئة الشباب خلينا نقول قلت يعني من بعد القتلى والراحة الشهداء هواية. اليوم المفروض على بلدنا يهتم بالطاقات هاي الشبابية. اليوم يعني من نروح لأي بلد أوروبي نلقى الشاب العراقي هو المتفوق على أقرانه من يعني البلدان، يعني شباب البلدان الباقية. ليش ما أنا أجيب هاي الشباب أنمي قدراتهم بهذا البلد حتى يفيدون بلدنا؟ إذا تطلعات هنا يعني ما يقدمون لهم شيء حتى يبدعون، يروحون بالخارج يشوفون اكثر تطلعات شبابيه. شو تقولين؟ اكيد لازم يوفرون الفرص هنا حتى نستفاد من الخبرات، لان احنا ما شاء الله العراقيين خاصه الشباب هواي عندهم مواهب وهواي عندهم خبرات، يعني اذا يستفادون منهم اكيد راح نتحول من وضع لغير وضع، فلازم انه يهتمون بهم، لازم. نعم طبعا. زميلي منادي، نلاحظ اليوم بالآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة النرجيلة. النرجيلة يعني بلال كثر الأماكن النرجيلة تشوف الشباب عليها إقبال كل شيء، لكن نقول له إلزم كتاب معين ماكو إقبال. لا أكيد طبعا، مثل ما ذكر زميلي منادي، نلاحظ الآن في الأشهر الماضية القليلة جتنا ظاهرة جديدة، هي النرجيلة المتنقلة. الإلكترونية. نعم الإلكترونية. ظاهر الشباب إقبال جدا كبير عليها. إذا هذا الساعة راح نوجه للنور، يعني زميلتنا نور نحاول الظاهرة الجديدة عندنا النرجيلة المتنقلة. هل هذا تاخذ من الشباب وتطلعاتهم؟ اكيد هواي تاخذ. هم احنا اكيد يعني على طول الناشد يبطلون يعني السجائر ويمنعوها، هم دخلون النرجيله، يعني هم بدال ما يعالجون الداء زيدوه. اذا كنت تطلعات ثقافيه ما عندنا، خلينا نقول قليل؟ لا حتى قليل ماكو، ما دا يشجعونه، هم ما دا يشجعونه. يعني انت كطالبه كليه اليوم، يعني كليه مهمه، ايش قد نسبه الشباب المثقفين؟ حقيقه بدون مجامله. كلش قليل. كلش قليل. كلش قليل. اليوم الشباب ايضا ترك الدراسه، ترك الشغلات اللي تهمه، ما عنده طموح ولا عنده الطموح ماله، يعني قد يكون هنالك طموح لكن عدم اهتمام من قبل القائمين على هذا الموضوع. الحكومه هو الشاب خليه يغير من ذاته، يعني قبل ما هو ياخذ من اهميه المقابل خليه هو الشاب يغير من ذاته. اكيد طبعا لازم اكو اهتمام. منادي نفس الشاب وين يطلع، يعني تعرف الدراسه والاوضاع المتوتره الاخيره، يعني نقول اولى ساعده الطالب، يعني وخاصه المحاضرات اللي بتزيد. نحن تطلع ثقافي. نحن غايتنا اليوم من شباب في شباب، احنا تطلع ثقافي. اكو قابليه، اكو طموح عند الشباب، لكن للاسف الشاب الان بحاله عجز، يعني ينتظر الى ان الشغله تجي، هذا غلط. اذا النور يعني
اليوم عندنا الشباب مهتمين بظاهرة الانترنت والفيسبوك، استخداماتهم مو اتجاه يعني صحيح. اليوم نشوف الشاب يعني استخدامه للياهو او للفيسبوك وللتواصل المسيء. طبعا احنا نقول البعض بنقول الكل حتى ما نعمم. انا اقول ليش ما يهتم الشاب بالادب بالفكر بالثقافه من خلال الانترنت؟ هو عالم حوله بين ايديه. هو اكيد انا يعني من وجهه نظري انه النت الاجهزه التلفزيون كلها سلاح ذو حدين. واحد حسب اللي يستخدمه. اكو شيء سلبي وايجابي. انه الشيء السلبي يستخدمه باشياء يعني ما نرضى نوضحها، بس الايجابي انه تنميه فكره، توصيل الفكره، شلون يستخدم الحريه بالمعنى اللي هي جايه الحقيقي. اعتقد انه الانترنت دخلنا بعصر حديث، عصر جدا متطور. دخول الانترنت والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي خلت الشباب يبتعد عن الكتاب، قراءة الكتاب، الاطلاع عن الثقافة، يعني اعتماد كلي على الانترنت وعلى الفيسبوك وهذه الظاهرة. انت شلون تقيمين هذه الحالة؟ ليش هو اكيد اعتمد على هذا الشيء؟ لان شيء اجى فجأة شنو شيء اجى فجأة فتفاجئ بشاف يعني من كان انه هذا الشيء ممنوع له، شاف يعني يتواصل ويا عالم مختلف كان هو ماكو، فهيك فلازم ما يدخلون اياه هيك شوية طريق يمهد لنا هذا الشيء حتى نحاول نتعود عليه ونتأقلم وياه ونحاول نصرف بطريقته الصحيحة. كلمة أخيرة توجهيها إلى مشاهدين ومتابعي شباب في شباب وإلى كل من يهتمون بالثقافة وتطلعات الشباب واللي ما مهتمين. أول شيء أحب أوجه كلمتي إنه لازم يهتمون بالثقافة، أكيد مو توهم مستقبل أجيال قادمة، وأكيد نعمر بلدنا من هذه الأشياء. طبعا. ويعني الأساس لازم ينبني على الأساس الصحيح حتى الشيء من حوزته أكيد يطلع صحيح. شكرا لك، نورتينا في فقرة يعني كان حوار جدا جميل وشابة طموحة وراقية، وإن شاء الله لك مستقبل في مجال الإعلام. شكرا لك. شكرا. إذا مشاهدينا الأحباء الفقرة الأولى انتهت، لكن عندنا فقرة ثانية، موهبة شابة مهمة على نطاق كلية الإعلام. خلينا نروح فاصل، ومن بعد الفاصل راح نتابع وياكم الجزء الأخير. عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين من برنامج شباب في شباب. اليوم عندنا موهبة من طلبة كلية إعلام، الطالب محمد صباح. محمد، نبدأ مختصر عن محمد صباح الحسناوي. والله يعني من محافظة الديوانية، بديت من بغداد كطالب في الجامعة العراقية كلية الإعلام. نعم. قسم الإذاعة والتلفزيون. نعم. في الحقيقة أنا يعني شاعر مبتدئ أو يعني أمتلك موهبة الشعر. نعم. وتربيت على تربات يعني مثل ما يقولون الجنوب. نعم. حييهم طبعا. شكرا جزيلا. محمد، خلينا نبدي قصيدة وطنية حتى نتكلم عن موهبتك تكون واضحة أمام المشاهد. والله بالتأكيد احنا ما عندنا غير الوطن، وقصيدة لأب الروحي إلى الوطن. نعم طبعا. قول رد يا وطن وانسى الجرح، شد حيلك ولا تنكسر، وانكف غبارك من تقف، خل عينك بعين العصر. تاريخ اسمك يا وطن وعداك راد ويندثر، عندك زلم وقت الشدد، بركان نار وتنفجر. عدت محنتك يا وطن والجاي يستاهل صبر، من نذكر مرورة امس والحرب والرفع راسي وافتخر، وتتحول دموع ورد على الفقر حسن تنثر. كنا بزمن ما ينقحم، اللي يحكي زرعوا له لغم، خاطر يطق وينفجر. مرينا صح بمرحلة رادوا يقطعونا وصل، والحمد لله ما حصل، ظلينا بردينة نصر. الله عليك. تعدينا كل هذا الجرح، بس قلبه حسن ينعصر كل ما يمر نطائفي، والكلمة هذه تنذكر، وكل ما يمر طار الحرب، والكل عزب ما انتمي، والكل تجمع ما اثر. حسبالهم راح نعمي ما نعمي، دلونهم ما نعمي، ما دام ينبض قلمي، وما دام انا بروحي وطن تنبض حسن بهلي، وما دام جيران عمر، ما دام ابن عمي علي، ما دام الدليم وصل ينقبر حيدرنا الولي. عدت محنتك يا وطن، يا يما قوموا هلهلي، يا يما قوموا هلهلي. الله عليك. طبعا سمعنا هاي القصيدة الجميلة، نشكرك وصح لسانك يا محمد صباح.
وان شاء الله يا رب ماكو طائفيه، ان شاء الله يا رب العراق واحد ان شاء الله. الكل ينبذ هذا نهايه المحن، نهايه الحروب، احنا ان شاء الله شباب راح ان شاء الله يا رب نرفع من مستوى العراق، وان شاء الله نبني بايدينا احنا، لان احنا ان شاء الله شباب اول علينا لان ان شاء الله طبعا بوجودك. احنا نشبعنا من عندك صراحه، احنا بدك تسمعنا بعد، بدك تسمعنا غزل وفلان اي شيء. خطب له القلب نصيحه وراح وانشد ريق الحكي في لحظه لسان وشرد عني الفرح منه وهديك واحس بس بدمع بعد الطوفان ودرت وجهك لين ما رايد تشوف بسبب الانسان تدير احساس باني قوم احلام عندي مفكر تصير وجا كابوس هجرك ثاني فكرتك تجي فكرتك تجي ومحمل اشواق غير هموم ذيك البيئه عاني يا واحد ضحكت الراح من يوم ما طفحت عيوني والدمع سال اذكر من تجي لهفه الروح احضنك والمشاعر تلعب اطفال هسه بغيابك لحظه تراب لان بدون شخصك باقي مكان مودع روح وجروحه تدر دين اسمعك من بعد شامت تدردم كانك مو تدر وجهك تدر دم من عيونه وتركت النوح بيه ولا ترجع بعد خليني مرتاح وخلي شويه منك فايخ البال ولك بلبل عشقنا يقطع الروح ويريد ابيات مني يغني موال ولك وين الترافه وذاك الاحساس اذكر كنت لما قوه انشال هسه انت الغدر لاقي لك هواي وانا علي الجرح بتفصل وصال وانا علي لسانك صح لسانك. محمد سؤال، من هو اللي شغلت بال محمد صباح كتاب العيد؟ اكو انه انسانه موجوده لحد الان ام؟ والله نقدر احنا مو كل شيء ينكتب بالشعر يعني الشعر اكو شيء يختلف اكو انسانه شغلت باله محمد صباح. اذا ماكو شيء يشغل بالك ما تعيش، اذا ما تحب مو انسان انت، اللي ما يحب مو انسان للاسف يعني. طبعا هي اللي خسرتك والله انا اقولها بصراحه. نعم حمودي من مثلك الاعلى بالشعر؟ والله مثل الاعلى كل شعره، بس انا عندي مثل الاعلى الشهيد رحيم المالكي الله يرحمه. الله يعني انا اعتز به بانه يكون هو مثل الاعلى ان شاء الله. محمد بين عائلتك انت بارز بمجالك؟ والله انا ما اقدر انا اقيم نفسي، يعني الناس تقيمني، عاتب تقيمني والمجتمع يقيمني. والله اسبوعين بدمعه وصفنا اخلص ليلي دوم ومنا نولتي بهدايه غايه عندك قالوا وتلقى الرحيل لكن حزني عليك شنو الغايه؟ خويا بشرك يوميه تروح وصايرين نولفها بسلايه وخويا بشرك بعد ما صح الدواء وخايف عيوني من بلوايه وهم بشرك دولة صارت بالخدوع وعلي تامع علقوها الرايه خويا ما يدري الفرات انت مشيت خاف اقول له ويوصف مايه خويا ناظرنا كان سنيني تعال ورجع تحت الغفط بصبايه خويا قمت اكره محطة القطار بيه يسرون وداعش رايه شكرا لك ودمعتك غالي علينا طبعا. شكرا لك ونورتنا اليوم. شكرا لكم محمد صباح الحسناوي طالب متميز في كلية الإعلام. شكرا لك وشاعر. شكرا جزيلا. إذا أحبتي المشاهدين هذا هو كل ما كان في حلقتنا لهذا اليوم من شباب في شباب. كان وياكم اليوم بالتقديم الآن محمد. تحياتي اخوكم وخادمكم محمد منادي. ان شاء الله نشوفكم بحلقه جديده وموضوع جديد وفقرات جديده وضيوف متميزين حتى نلتقيكم في حلقات مقبله. الى ذلك الحين الى اللقاء. شكرا.